سيادة النائب ضياء الدين داوود. الحقيقة سيادة الرئيس انه المطالبة بتعديل النسبة الواردة في المادة 12 من 3% ل 7% احنا لم نبتدعها، انما الحكومة في مشروع قانون المقدم منها في 2017 هي من وضعت هذه النسبة. وطبعا في المكاتبات اللي تمت عند مناقشة ده في اللجنة وترد عليها من رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بأن صدور قانون 148 سنة 2019 غير من مفهوم الأجر الأساسي والاشتراك التأميني، وإن ده يترتب عليه تغييرات يتعين معها أن وفقا للحساب الاكتواري لهيكل الأجور إن احنا ننزل لل 3%، وده كلام مردود عليه لأن الموضوع مش كيمياء. احنا عندنا حالة تضخم 7 و8 و9 وال10 وال11 وال15 مش هتوفي العاملين اللي موجودين في القطاع الخاص بالذات معاناتهم في مواجهة هذا التضخم، لأن اللي بيكسبوا 200% و300% مش قادرين يواجهوا هما كمان التضخم، فما بالك العامل محدود الأجر. فالنهاردة ده مش مجال للمفاصلة مع عمال مصر في هذا التوقيت، وإحنا في إطار توحيد وتثبيت أركان الجبهة الداخلية للدولة. عصب الطبقة الوسطى من العمال هم سر استقرار هذا البلد. الموضوع مش فصال، والموضوع الناس مضارة ضرر بالغ منذ صدور القانون 148 لسنة 2019 والمستوجب التعديل. فالنهاردة ما نجيش واحنا بنعمل الحكومة لو منشغلة في حاجة، الحكومة منشغلة بتضحك. لا اتفضل، هم هيردوا على العلاوة يعني في النهاية. فالأمر سيادة الرئيس يتطلب في ظل هذا التوقيت ان احنا نكون امام التزام في ترميم اجور العمال بمعدل زيادة دورية 7%، وهي ما تقدمت به الحكومة في مشروعها الاول سنة 2017. وانا هنا بناشد الاغلبية ان هي تكون اكثر تمسكا من الاقلية، وليس فيها مزايدة ما بين اقلية واكثرية، لان هم نواب العمال زي ما احنا نواب العمال، زي ما احنا كلنا نواب عن الشعب المصري عند وضع هذا القانون. شكرا سيادة الرئيس. شكرا سيادة